عليش شلوني وعسكروني وبالملازم جو يدرسوني وحذفوا المصحف وحذفوني وغيروا فكري وبردقوني حلفت ما طيعهم وكذبوني وقبل ذا كانوا يصدقوني كم يحسبوني بعبد الخميني وبعصي الله والوطن وديني وبعصي الله والوطن وديني حلفت ما صادق لكل وسواس من سر مع الحوثي رجع بغراس ذقال جنسه غير كل الأجناس قالوا بأن البدر نسل عباس وما أراه إلا من أفسل الناس شل الخمس وابنه 3 أخماس وانا بقيلي 5 يا عيوني وبايش اللوحين يدفنوني قالوا في مالك حين تراه تزعل يصفر جيبك إن بدا واقبال وتستحي من مشرفه وزخجل لشل أبناك معاه تقتال وانت قبيلي ليش تخاف وتنذل وليش مسقايته رصاص جرمل هو السبب ما بينكم وبيني واكبر بلا قد حل فيك وفيني فقلت خلوا ذا الخبر على الله الحوثيين راس الدبور كله هولا عصابة مارقه وشله قد غيروا فكر الولد وعقله تعاتبه ويجي صغير أبله ببندقه يقتل أبوه وأهله ويقول لي ما فيهم تكايدوني بكيف ذا الحين بتنقدوني ما يرحم الجاهل لصغر سنه ولا درى ان العب يحزن ابنه أهم شي لا قد مال المجنة من كثر ملحوث قرب يمنه صدق بأن عبده معاه جنة ومات في جنة ذنه ومثنه يقلبوه المشرف اشكروني ابنك قتل 7 من عيوني واليوم باسم الجيش ثم الأعداء بقول لمن عاد له وللتغدى يضم جهاله معه ويهدى الحرب ما ترحم صغير وشد والله
يا من عوض تعدى ما نرحمه لا حد يقول بعده يا شعبي هذا الصدق صدقوني ولا تجوا بعد تعاتبوني